ايه الحلاوه دي؟ اروش موبايل وصل في 2025 من ناثينج. جماعه الموبايل ده خطير قوي، تصميم فعلا روعه. بص الليدات اللي ورا دي، غير طبعا الكاميرات من ناثينج حصل فيها ابجريد لاول مره. طبعا اداء ببجي وكل الالعاب خطير في الموبايل ده. مواصفه متكامله بتصميم شيك وكل حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل في ريفيو كامله النهارده. اعمل لايك للفيديو وفولو عشان كل جديد، ويلا بينا. طيب نبدا بالتصميم وعشان تتخيل قد ايه انا بحب موبايلات ناثينج. ده الناثينج 2 A بلس لسه موجود عندي. طبعا الحاجات دي ايكونيك ما بشيلهاش عندي من السيت اب، ودي النسخه كمان الكوميونتي اديشن المخصوصه. شايف التصميم كان عامل ازاي؟ ولكن جينا عملنا ابجريد للتصميم في مكان الكاميرات، ولكن حافظنا على الهويه بتاعت ناثينج. فطبعا الموبايل الجديد بقى يا معلم جاي كده باللون الابيض الفخم بتاع ناثينج، وطبعا التكتشر اللي في الظهر القويه والازاز اللي في الظهر اللي بيبقى اكنه بيديك تفاصيل الموبايل. انا بحب الموضوع ده فيهم جدا. ده غير طبعا ان دلوقتي الزراير اهي زي ما انت شايف هنا عاديه، ولكن في حاجه جديده اتضافت الناحيه الثانيه، الا وهو زرار جديد. الزرار الجديد ده معمول عشان بمجرد ما تدوس عليه كده يفتح لك النوت، تقدر تسجل اي نوت انت عاوزها بكل بساطه وبسرعه. هم شايفين ان هي ايه، فيتشر جديده زي ما ابل ضافت، زي ما كله ضاف زرار جديد، فطبعا بيواكبوا التطور. ولكن تعالى اعرفك كمان على جزء من التصميم، وهو الباكجنج اللي بيجي. طبعا الكرتونه بتاعت الموبايل نفسها اتغيرت فيها الفتحه كده، بقت بتتسحب بشكل ما بدل ما تتقطع. ده كيبل بتاعهم بتاع الشحن، ولكن بقى دبوس الشرايح هو اللي بيبقى خطير بجد. انا ما شفتش في حياتي دبوس سيم كارد بيبقى عامل زي البرشامه كده. الموضوع شكله جامد جدا وحاجه من المستقبل. وتعالى نخش على الاداء عشان عارف الحته دي بيستنى ناس كتير. فالموبايل ده بيجي بمعالج من سناب دراجون، هو السناب دراجون 7 اس جين 3. معالج كويس جدا في الفئه السعريه دي، وبيشغل ببجي 90 فريم. فاجئتهم. تستاهل على السريع كده. بس فاداء اللي في اللذيذ يعني. وتعالى نشوف بقى اعدادات ببجي. فلو دخلنا كده على الاعدادات على الجرافيكس هتلاقيها بتشتغل على سموث واكستريم بلس. واداء المعالج كله كتوتال قوي، سواء بقى في التصفح واستخدام السوشيال ميديا او في الالعاب. الموبايل ده على وضعه. طيب حلو، مع باكج الاداء دي الشاشه عامله ازاي؟ الشاشه في الموبايل ده امولود بتردد 120 هرتز، وطبعا بتدعم محتوى الاتش دي ار 10 بلس. وكمان الشاشه بتوصل لسطوع في البيك بتاعها 3000 نتس، وده كويس جدا في الفئه دي. ففكره ان انت تشوف فيديوهات او اي حاجه بقى مع تجربه الاستيريو اللي موجوده هنا عظيمه جدا. الاي دي يا عزيزي مرتبط بوجود خلل عضوي في المخ، صعب ننسبه لجزء بعينه. وطبعا سكرولنج بقى ايه طياره. طيب يا علوه، انت قاعد تقول في ابجريد في الكاميرات ولسه ما اتكلمتش عنه. فين الابجريد بقى وايه التحديث اللي فعلا هيفرق معانا؟ بص، السلسله القديمه مثلا ال 2A وال 2A بلس واللي قبليهم ما كانش بيجوا فيهم عدسه تليفوتو محترمه تديك بورتريت او بورتريه، حسب بقى تقولها بأنهي لهجه. بورتريه فعلا حلو او فعلا لذيذ او فعلا يديك صوره كده معزوله بطريقه شيك. ولكن الموبايل ده حقق المعادله دي، وجه اول موبايل من ناثينج فيه عدسه تليفوتو رايقه تطلع لك صور بورتريه في حته تانية. فعندك بقى الكاميرا الوايد الاساسيه بتيجي 50 ميجا بكسل، والكاميرا التليفوتو الجديده بتيجي برده 50 ميجا بكسل، تديك صور 2 اكس محترمه قوي. اما الكاميرا الثالثه الالترا وايد كالعاده من ناثينج بتيجي 8 ميجا بكسل، تقدر تاخد فيديوهات لحد 4K 30 فريم بالكاميرا الخلفيه. ولو قلبت الموبايل على الكاميرا الاماميه تلاقي الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل، واخرها في الفيديوهات 1080. ولكن سيبك من كل ده بقى وتعال نبص على نتيجه الكاميرا ال2 اكس الجديده دي اللي تهمني قوي. بص الصوره دي. هي في السيت اب وفي الاضاءه وفي التصوير الجامد ده كله، بس لو الكاميرا مش حلوه مش هتطلع ريزلت زي دي. بص العزل على وشي والتفاصيل حواليا عامل ازاي، بطلع نتيجه خرافيه. فالكاميرات هنا في حته تانية بمعنى الكلمه، تطلع معاك نتائج روعه بمعنى الكلمه، بالذات كمان في الاضاءه القويه. اكيد حاجه بقى من الحاجات المميزه في الموبايل ده بالذات واللي مش موجوده في اي موبايل في العالم، هي الجليف او اللمض او الليد اللي موجود في الظهر ده بتخصيصاته الرهيبه واصواته اللي تقدر تخصصها في كل حاجه. هو مديك فيتشرز او انت تقدر تعمل، او هو مديك يعني نغمات مخصوصه بحركه معينه، او انت تقدر تعمل النغمه الخاصه بيك. ودي حاجه متفرده بيها الناثينج وهي اللي اخترعتها. فمثلا لو شغلنا الصوت كده وشيلنا الكتم ده، بص يا سيدي اسمع بقى صوت نغير الاشكال تاني.
كم بقى من التخصيصات والميوزك دي تقدر تعملها بقى في الاشعار لما يجيلك، المكالمه لما تجيلك، لما تلف الموبايل كده. خصص براحتك الحته دي للتسليه، حاجه كده روقان تخليك ماسك موبايل مش مع حد. طيب بالنسبه للتحديثات او الابديتس، الموبايل بيجي باندرويد 15 مع احدث واجهه من ناثينج، وهي الناثينج او اس 3.1. فالموبايل ابديتد لاخر حاجه، والنسخه اللي معايا دي هي 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره داخليه، وطبعا سلاسه في الاستخدام جميله جدا. وفي تحديث اول لما بجيب الموبايل بتعمله حدثه، لانه فعلا الموبايل قبل ما اعمل التحديث ده كان غريب كده. فالشركات بقت بتعمل الموضوع ده اخر فتره، بلاحظها من شاومي من كذا شركه تانية، ان هو برضو يسيب لك كده ابديت لازم لما تفتح الموبايل تروح عامله، يفرق معاك في الاستخدام ويخلي الموبايل اسرع. مش عارف ايه الفكره، بس هم عملوا كده. بالنسبه بقى للبطاريه، الموبايل ده بيكمل معاك اليوم لاخره، بطاريه 5000 ملي امبير مع شاحن كام 50 واط. ولكن الشحن هنا مش بيجي في العلبه. ربنا يسامح ابل، النهج اللي عملته ده خلت كل الشركات طبعا عشان تحافظ على البيئه، رغم ان انت تروح تشتري نفس الشاحن برضو بعد ما تجيب الموبايل، معرفش ليه. اسمع علينا، هي مش من ناثينج لوحدها، من كل الشركات الموضوع ده خلاص بقى دائم. لسه موبايل شاومي الريفيو بتاعته تنزل بعد يومين برضو، الجديد الفلاج شيب كيلر او الفلاج شيب بمعنى الكلمه، فبرضو نفس الكلام. فالموضوع غريب شويه، بس ما علينا. بص البصمه في ثانيه، في اقل من ثانيه، سرعه خطيره. مجرد ما بلمس صباعي كده على طول بيتعرف ويفتح على طول في ثواني. طيب نيجي لالوان الموبايل يا معلم، وانا وصل لي اللون الابيض، ولكن بشكل عام في لون ازرق خطير نزل، الصراحه عجبني قوي بمعنى الكلمه. كمان السلسله دي لما اطلقوا معاها الناثينج 3 a برو. الموبايل ده هيجي الاستوديو قريب ونعمل عنه ريفيو تفصيليه. فايا كان الموبايل متكامل بمعنى الكلمه، واقدر اقولها بكل صراحه ده اول موبايل من ناثينج متكامل من وجهه نظري. البصمه، الاداء، كل حاجه حرفيا رايقه. موبايل فئه متوسطه بيرفكت، ما فيهوش غلطه واحده. اكتب لي في كومنتات لو انت شايف انه ناقصه اي حاجه، ولكن من وجهه نظري انا تمام قوي. خصوصا ان انا ما بقتش عندي حاجات هنا ما كانتش موجوده، زي مثلا موضوع الكاميرا، حبه تفاصيل كده. كان برضو الموبايل بيهنج كده او في لاج في النسخ اللي فاتت، ما كانش بسرعه الموبايل ده. فالصراحه انا معجب بالاصدار الجديد من نوثينج. اكتب لي في التعليقات رايك بالتفصيل، لان رايك يهمني، وهنعمل فيديوهات يوتيوب الفتره الجايه طويله كده. راجعين اليوتيوب بقوه، دعمكم بيفرق معايا، والناس اللي متابعاني من 4 أو 5 سنين لما بدات خالص قبل ما نجيب اي موبايل في القناه دي، بحبكم جدا. وعارف ان انتوا باصين وشايفين وشفتوا ان انا كنت مقصر في يوتيوب، ولكن طبعا الحمد لله احنا وصلنا لارقام عالميه على المنصات التانيه، لكن راجعين بقوه ان شاء الله تعالى من السيت اب الجديد اللي لسه بنكونه. فاي يعني اخيرا، والله وحشني والله. فاخيرا اعمل لايك الفيديو، فولو عشان كل جديد، وهسيب لك تحت الفيديو ده اي تفاصيل عن الناثينج الجديد من شركه ناثينج او شركه اللاشيء. بس كده، ده كان فيديو لذيذ يستاهل التحفيز. سلام.